بيبدأ فيلمنا وبنشوف ميا بتكلم صديقها فيديو كول وبينادوا عليها علشان اتأخرت على المدرسة وبتنزل تروح على مدرستها، وبنلاحظ وهي في طريقها للمدرسة إنها عايشة في مكان أشبه بالغابة كله حيوانات وخاصة الأسود، وأبوهم بيوصلهم هي وأخوها بعربيته لحد الباص لأن المسافة طويلة، ونروح نشوف أبوها جون وأمها أليس وهما بيشتروا طلبات، وبنعرف إنهم كانوا عايشين في لندن وإن ميا مش متأقلمة مع المكان الجديد اللي هما فيه وملهاش أصحاب في مدرستها، ودي حاجة بتقلق أمها عليها. ولما بترجع ميا من المدرسة بيلاحظ جون آثار الضرب على وشها وبتقوله إن الولاد اللي في المدرسة وحشين جدا وما عندهمش أي تفاهم، وبيقول لها بصي حواليك يا ميا كل الحيوانات دي بتاعتنا والمكان ده كله ملكنا وبيتنا. وقتها بترد عليه وتقوله لا أنا مش مبسوطة هنا والبيت ده مش بيتي، وكمان بتقوله لندن هي بيتي وهناك مدرستي وأصحابي، وبتغضب وتسيبه وتمشي وهو بيأكل الأسود. وبالليل وبنشوف أليس بتنام جنب ابنها وبتحكي له حدوتة، وبتكون ميا واقفة وسامعة الحدوتة دي واللي بتكون حفظتها لأن أمها حكتها لها كتير قبل كده. وتاني يوم الصبح بيجي أبوها وجايب أسد أبيض لسه مولود، وبيقول لهم إن دي حالة نادرة جدا لما بيكون في أسد لونه أبيض، ودي حاجة حلوة جدا بالنسبة للمزرعة بتاعتهم. ولما بيشوفوا أخوها بيفرح بيه جدا وبيلعب بيه، ولما بيقول لميا تلعب معاه بترفض وتسيبه وتمشي على أوضتها تتصل بصديقها في لندن، لكن بيقول لها إنه مشغول ومش هيقدر يكلمها دلوقتي، وبتتضايق ميا جدا وتحس بالوحدة. وفي الوقت ده بيجي الأسد الأبيض جنبها وبتبدأ تهتم بيه وتلعبه، ولما بيجي مايك أخوها يطلب منها تديله الرضعة بتاعته بترفض، فبياخده هو يأكله وهو اللي بيهتم بيه. لكن بنلاحظ إن الأسد بيحب ميا، وفي مرة وهي بتلعب بالكورة بينزل يحاول يلعب معاها لكن هي بتتضايق منه وبتطلب من أخوها إن يبعد عنها، وبالليل بيروح لها وهي نايمة ويفضل يشد فيها وبتفهم إنه جعان وبتقوم تديله الرضعة بتاعته وبتبدأ تحبه وتلعب معاه. وتاني يوم بنشوفها هي وأخوها وهم بيلعبوا معاه وسموه تشارلي، وبالليل بنشوفه نايم معاه في سريرها، لكن بتسمع صوت أخوها بتقوم تنام جنبه وتحكي له الحكاية اللي أمها بتحكيها. وفي الوقت ده بتيجي أمها وتشكرها إنها اهتمت بأخوها وبتطلب منها تنام، لكن ميا عاوزة تقعد تقرا، وبعد ما أمها بتنزل بتنور كشاف تحت الغطا وتفضل تقرا. وفي البداية بيفضل تشارلي يتشاء لكن ميا بتزعق له، ولما بتنزل أليس بتقول لجون إن ميا اتعلقت جدا بالأسد وهو بيقول لها إنه قلقان من تعليقها بيه، لكن بتقول له إن ميا مبسوطة ودي أهم حاجة. وتاني يوم بتروح ميا لأبوها وبتطلب منه إنها تروح معاه وهو بيأكل الأسود، ودي حاجة أول مرة تحصل وهما في الطريق بتسأله إحنا ليه بنربي الأسود دي وبتعمل بيها إيه؟ فأبوها بيقول لها إنه بيبيعها لحدائق الحيوان أو للتزاوج وكمان للبحث العلمي، لكن هي بتقول له إنها مش عايزة تبيع تشارلي. ولما بيسمع أبوها بيقول لها إنه مش حيوان أليف عشان تقدر تحتفظ بيه، وكمان بيقول لها أنتِ مبسوطة معاه دلوقتي علشان هو لسه مجرد شبل صغير، لكن لما يكبر ممكن في لحظة يقتلِك، لكن بتفضل مصرة وتقول له وعدني إنك ما تبيعش تشارلي، فبيقول لها ما تقلقيش كده كده هو أفضل أسد في المزرعة، وبعدين بياخدها لفة ويفرجها على كل الحيوانات الأليفة اللي في المزرعة، وبيقول لها المكان ده بيتنا وبتاعنا وحتة مننا أظن إنك بدأتِ تفهمي كده، وبعدين بيحكي لها إنه زمان لما كان في سنها أبوه كان بيجيبه لنفس المكان، وبعد ما بترجع على البيت بتتصور سيلفي مع تشارلي، وبعدها بييجوا ياخدوه علشان يكون مع باقي القطيع أثناء غياب ميا في رحلة مع المدرسة، وبتكون ميا زعلانة جدا ومش بتركز في أي حاجة، وكمان تشارلي بيكون حزين علشان بعيد عنها ومش مندمج مع باقي القطيع، وبعد فترة بيمتنع تشارلي عن الأكل وكمان باقي الأشبال بيضربوه وهو مش بيدافع عن نفسه. ولما بتقترح أليس إنهم يأكلوه بنفسهم قالوا لها إنه رافض ياكل من أي حد وإنه طول الوقت واقف جنب السلك ويخبط فيه. وقتها مايك بيقترح عليهم إنهم يستعينوا بميا، وفي الوقت ده بتكون ميا لسه في الرحلة لكن بتهرب منهم، وتاني يوم بيتصلوا بيهم في البيت يبلغوهم بهرب ميا. ولما تخرج أليس بسرعة علشان تبلغ أبوها بتتفاجئ إن ميا رجعت وقاعدة بترضع تشارلي، وبعدها بتاخده تحميه وتنضفه وتتكلم معاه وتقول له معقولة أنت لما تكبر ممكن تقتلني؟ أنا مش متخيلة إنك تقدر تعمل كده، أنا بحبك ومش قادرة أتصور حياتي من غيرك. وبتشوفها المربية جودي وهي بتلعب مع تشارلي من الشباك وبتقول لمايك البنت دي مجنونة والأسد ده هياكلها في يوم من الأيام، لكن مايك بيقول لها إنها مش مجنونة دي ساحرة ومسحورة بيه. وبيبقى تشارلي عمره سنة وبيعمل دوشة في البيت وبيكسر الحاجات، وبيجي جون ينادي عليها ويقول لها تعالي خرجي الحيوان المتوحش ده، قلتلك مليون مرة قبل كده إنه ما ينفعش يبقى في البيت. وبعدها بيجي مجموعة من الزباين اللي جايين يتفرجوا على الحيوانات علشان يشتروها، وفجأة تشارلي بيهاجم واحد منهم ومش بيقدروا
يقدروا يسيطروا عليه. ولما بتسمع دي دوشة بتنزل بسرعة وبتزعق فيهم وبتقول لهم انتوا ضايقتوه بتجمعكم حواليه. ولما أبوها بيقول لها احبسيه بتزعق وبتقول له ده كائن حي عنده إحساس مش مجرد سلعة زي ما انت فاكر، وبيجرها يدخلها على البيت وبيقول لها إياكي تتكلمي معايا كده مرة تانية. وتاني يوم بيجي واحد اسمه ديريك وبيبان إنه معجب بأليس، وجوزها بيقول له لاحظ إنها مراتي، انت بتبص لها بطريقة مش عجباني، لكن بيقول له دي مجرد مجاملة. ولما بيجي يكلمه عن الشغل بيرد عليه جون وبيقول له أنا وعدت أليس إني مش هشتغل بالطريقة دي تاني، وبيرفض بشدة. لكن ديريك بيقول له رقمي معاك ولو غيرت رأيك كلمني. وبنشوف ميا وهي بتلعب مع تشارلي وبتيجي أمها وبتلاحظ إن في خرابيش في إيديها وبتقول لها دي أكيد من تشارلي. وقتها ميا بتقول لها إنه مش بيقدر يتحكم في مخالبه لكن هو طيب وبيحبني. لكن أمها مش بيعجبها الكلام ده وبتقول لها إنه في يوم من الأيام هيشوفك فريسة. وبتقول لها ميا هو مش ممكن يعمل فيها كده، علاقتنا مبنية على الحب والثقة. وفي نفس اللحظة بيهجم عليها تشارلي وبتتخض أمها لكنه بيكون مجرد هزار ولعب. وبيجي أبوها وبيكون يهتم بنفسه وحلق دقنه وبقي شكله حلو وبيقول لهم يجهزوا علشان هياخدهم يتعشوا بره. وبتدخل تشارلي مكانه وبتقفل عليه لكن الباب مش بيكون اتقفل كويس. وعلى العشاء بيقول لهم إنه سبب العشاء ده إنه كسب فلوس كتير والأول مرة من فترة طويلة، وعلشان كده هو عزمهم وبيشكر مراته إنها وافقت تيجي معاه للمزرعة في أفريقيا وتسيب لندن. وبيرجعوا البيت وهم مبسوطين لكن بيتفاجئوا إن تشارلي مش موجود. وبتقول ميا لأبوها إنها ممكن تلاقيه لكن بيزعلها وبيقول لها إن دي مش لعبة وإن تشارلي يعتبر ثروة ولازم يلاقوه فورا. لكن ميا مش بتسمع الكلام وتروح تدور معاهم وبيشوفها مايك بينزل هو كمان يساعدها. وبتكون في بوابة مقفولة مش بيعرفوا يفتحوها وبتحاول ميا تنط من فوقها لكن مش بتعرف. وبيجي فيل وبيساعدهم ويكسر الباب ولما بتدخل بتنادي عليه وفعلا بتلاقيه. وبيشوفهم كيفن اللي بيشتغل مع أبوها في المزرعة وبيقول لهم يمشوا بسرعة قبل أبوهم ما بيشوفهم. وبعد تشارلي ما بيبقى عمره سنتين بتفضل ميا تهتم بيه وتلعبه. ومايك بيقول لها لو أبوكي شافك هيزعل منك جدا لأنه كتير قالك تبعدي عن تشارلي. لكن ميا مش بتهتم بكلام أخوها وتدخل تلعب معاه وبتطلب منه هو كمان يجي يلعب معاهم. في البداية مايك بيكون خايف لكن هي بتشجعه وبيدخل وبتشوفهم أمهم بتقعد تصرخ وتنادي على جون وتقول له هات البندقية. وبيجي جون ومعاه البندقية وبيطلب من ولاده يخرجوا. ولما تشارلي بيشوف البندقية بيثور ويفضل يخبط على السور السلك وبيتخض مايك ويقع على الأرض يتخبط في راسه. وبيجيبوا له الدكتور وبيعالجه وبيبقوا قاعدين متضايقين من ميا وهي كمان بتكون حاسة بالذنب. وبتقول لها أمها إنها متعاقبة وممنوع تقرب من الأسد مرة تانية لكن تقول لها أنت السبب في اللي حصل. وفي الوقت ده أبوها بيقول لها مش هتقدري تبعديها عن تشارلي لكن أنا أقدر أبعد تشارلي عن المزرعة كلها لأنه أصبح خطر علينا. وبتحاول ميا تخلي أبوها يرجع عن قراره لكن أبوها بيقول لها الموضوع انتهى وغير قابل للنقاش. وبتخرج أمها وتقوله لو عملت كده قلبها هيتكسر بلاش. وبعدها بنشوف جون وهو بيدي ميا أوامر بإنها ممنوع تدخل مرة تانية لتشارلي وإنه هيفضل دايما ورا السور ولو ما سمعتش الكلام المرة دي هيبعده بجد. وأمها بتقول لها إن دي فرصتك الأخيرة ولازم تسمعي الكلام. وفعلا بنشوفها واقفة بتبص عليه من بعيد وبيجي أبوها يقعد جنبها وبيقول لها إنه بيحبها جدا وإنه خايف عليها ولازم تثق في قراراته. وبتروح ميا تتكلم مع تشارلي وبتقول له إنها لازم تحرره وتاخده المحمية علشان يكون حر ومحدش يقدر يبيعه. وبنشوف ميا وهي بتقلب في حاجات أبوها القديمة وبتلاقي كاميرا متسجل عليها فيديو وبتشوف أخوها لما كان صغير وكان مع أسد صغير بيلعب معاه. وفي الوقت ده بيرجع مايك مع أمه وأبوه من عند الدكتور بيكونوا متضايقين وبتروح ورا مايك وبتسأله إيه اللي حصل. فبيقول لها شكلي مش هخف أبدا، أنا عندي نوبات خوف مش قادر أخلص منها، شوفي أنا أكبر منك وبخاف أنام في الضلمة وحتى بخاف أنام لوحدي. فبتطمنه أخته وبتقوله أنت أكيد هتخف وهتبقى كويس وبتاخده من إيده وبتقوله تعالى هقولك على سر. وبتروح تفتح الباب عند تشارلي وبتدخل تلعب معاه وتقول له أنا ما قدرتش أبعد عنه أبدا. وبيقف مايك يصورها من ورا السور. وفي الوقت ده بيكون تشارلي عمره 3 سنين. وبعد كده بيدخلوا البيت وبتكون المربية جودي اتخضت من السنجاب بتاع مايك لأنه طلع لها من الحلة وبيضحكوا عليها فبترش عليهم مية ويهزروا مع بعض. وبيدخل عليهم جون وهم بيهزروا فبياخد موبايل مايك علشان يصورهم وبالصدفة بيشوف الفيديو اللي كان مصوره المية مع تشارلي. وقتها جون بيقرر انه هيبيعه لأول مشتري وبيروح ينادي على كيفن وبيقول له جهز تشارلي للبيع. وبتغضب مية لما بتشوفهم واخدينه بالعربية وبيحاول مايك يهديها. وبالليل بتتسحب وتروح تقعد جنب السور في المكان اللي فيه تشارلي وبتنام لحد النهار ما يطلع. وبتصحى على صوت العربية اللي جاية علشان تاخد أسد من الأسود وبيرموه بسهم مخدر علشان يقدروا ياخدوه بسهولة. وفي الوقت ده بتروح تستخبى في العربية علشان تروح معاهم تشوفهم بياخدوهم على فين. وبيوصلوا المكان وبيكون هناك ديريك وبنفهم إن في ناس بتدفع فلوس كتير علشان يتظاهروا إنهم بيصطادوا الأسود وبيتصوروا معاهم كأنهم هم اللي اصطادوها. وطبعا بيكون الأسد ميت. ولما بتشوف مية اللي بيحصل بتتضايق جدا
ولما بترجع البيت بتفضل تدور على فيديوهات شبه اللي شافتها بيصوروها، وبتلاقي كتير وبتعرف إن الموضوع ده بيحصل عادي ومفيش قانون بيمنعه، وبتنادي أمها عليها علشان تاكل، لكن لما بتقعد على الأكل بتكون متضايقة ومش بتاكل وبتقوم تمشي. وبيروح وراها مايك وبتقوله على كل اللي شافته، وإنهم مش بيبيعوا الأسود لحديقة الحيوانات لكن بيبيعوها للصيادين اللي بيقتلوهم بوحشية، وكل ده علشان الفلوس. وبنفهم طبعا إن حالة جون المادية اتحسنت من ساعة ما رجع يشتغل مرة تانية مع ديريك، وبيخاف مايك من اللي بيسمعه، لكن ميا بتقوله أرجوك اسمعني، أنا ما أقدرش أتكلم مع حد غيرك، وأنا لازم أنقذ تشارلي، مش هتحمل إنه يحصل له أي حاجة، وأنا محتاجة لمساعدتك علشان أقدر أخده المحمية. وبالليل بتحضر شنطتها وبتقرر إنها تاخد الطريق مشي، وبتعرف إن المسافة تاخد حوالي 6 أيام مشي، وبتاخد معاها أكل ليها ولتشارلي. وكمان مايك بيديها الفلوس اللي كان محوشها وقال لها انت محتاجاها اكتر مني. وبتنزل وهي خارجه بتشوفها جودي وبتتخض ميا، لكن جودي بتساعدها وبتديها المفاتيح وبتقول لها ما تتخليش عن حلمك وانقذيه، وبتحضنها وتشكرها وتمشي. وبتروح تفتح الابواب بتخرج اكتر من اسد، وفي الاخر بتاخد تشارلي وتمشي. ولما امها بتصحى مجرد ما بتفتح الباب بتلاقي اسد في وشها، بتخاف وترجع تقفل الباب مره تانية، والحيوانات بتحاصر البيت ومش بيعرفوا يخرجوا. ولما جون بيراجع الكاميرات بيعرف ان ميا هي اللي عملت كده واخدت تشارلي وهربت، وبيتصل بكيفن علشان ياخدوا الحيوانات من حوالين البيت يرجعوها مكانها وهو يقدر يخرج يجيب ميا، لكن مايك بيبعت لها يقول لها اللي بيحصل. ولما بتوصل لها الرسالة بتقول لتشارلي لازم نلاقي عربية، وهم في الطريق بيحصلهم جون وبيمسك بندقيته علشان يضرب تشارلي بيها، لكن في لحظة بيسيبها وبيجيب موبايله علشان يرن على ميا عشان يقدر يحدد مكانها. وقتها بيلمح تشارلي وبيخرج ياخد البندقية، بتكون ميا خدتها وبتقول له ابعد عن العربية وعن تشارلي فورا، وبتواجهه بكل اللي عرفته. وقتها بيقول لها ان الكل بيشتغل بالطريقة دي وما نقدرش نغير حاجة، لكن هي بتقول له لا انت تقدر تغير اللي بيحصل ده، على الأقل ما تشاركش فيه. ولما بيحاول يقرب منها بتضربه بالسهم في رجله، وقتها بيقع على الأرض بفعل المخدر، وبتاخد تشارلي في العربية وتمشي. وبتتصل بمايك تعرفه مكان أبوها، وبنشوفهم هم رايحين بعربية إسعاف علشان ينقذوا جون. وبتروح ميا تحط بنزين، وهناك بتعرف إنهم بلغوا عن هروبها وبيدوروا عليها. وفي نفس الوقت مايك بيتصل بيها وبيعرفها إنهم عاملين لها كمين في الطريق، وبيعرفها إنها لازم تشوف طريق تاني، لكن بتكون وصلت للمكان اللي فيه الكمين وبتحاول تلف وترجع تاخد طريق تاني. وهي في الطريق بيكبس عليها النوم وبتتخبط في حاجات على الأرض فبتقف، وبتكون خايفة ما تقدرش تكمل طريقها وما تقدرش تنقذ تشارلي، وبتفضل تزعق وتقول أنا طفلة إزاي فكرت أهرب بيك وأحاول أنقذك، أنا عارفة إنك ممكن تقتلني وتخلص عليا في أي وقت، أنا غبية. ووقتها بيظهر تشارلي في وشها فبتهدى شوية وبتنزل ترتاح وتنام جنب تشارلي. وفي الوقت ده بيتصل ديريك بجون وبيقول له احنا على ميعادنا بكرة، فبيقول له جون انا ما عنديش اسود للبيع والامر انتهى خلاص. ولما بيطلع النهار بتصحى ميا وتكمل طريقها، ونروح نشوف جون قاعد مع مراته وبيجي له ديريك وبيقول له سمعت ان بنتك هربت مع الاسد بتاعي. وقتها بيقول له جون قلت لك ان الصفقة ملغية، فبيتعصب ديريك وبيقول له معنى كده هترجع لي فلوسي وانا هعرف اخد الاسد بطريقتي. وبعد ما بيمشي جون بيقول لي أليس انه هيروح يدور على ميا. وقتها بتنادي على مايك وتقول له واحنا هنيجي معاك، مش هقعد استنى وسايبه بنتي كده. وهم في الطريق بيسمعوا في الراديو انهم معاهم تصريح باطلاق الرصاص على تشارلي. وفي الوقت ده بتكون وصلت ميا للمكان المفروض هو المحمية، لكن بتلاقي مكان تاني خالص، وبتكتشف انها اعتمدت على خريطة قديمة للمكان وبتحاول تشوف هتتصرف ازاي في الوقت ده. وبيبعت لها مايك رسالة يقول لها فيها عن اللي سمعه. ووقتها بتكون عاوزة تروح للغابة من طريق مختصر، لكن حواجز الشرطة في كل مكان، فبتنزل تشارلي من العربية وبتقرر إنها تعدي بيه من جوه المول وتخرج الناحية التانية على الغابة. ولما الناس بتشوفه بيخافوا منه وبيجروا ويصرخوا، وبيبلغوا الشرطة إن في بنت معاها أسد في المول. وفي نفس الوقت بتكون هي عدت من المول واتجهت ناحية الغابة، وبتكون سعيدة ومبسوطة إنها قدرت تعدي بيه وتبعد عن الشرطة. وهم في الطريق بيشوف تشارلي قطيع من النعام وبيجري وراه ويصطاد واحدة. وفي نفس الوقت بيكون ديريك بيدور على الأسد وبيشوف أثر رجليه على الأرض. ونرجع نشوف ميا مرة تانية بتدور على تشارلي ومش لاقياه، وبتطلع فوق شجرة وتفضل تنادي عليه، ولما بتشوفه بتطمن وبتنام فوق الشجرة. وأول ما النهار بيطلع بيروح تشارلي يصحيها، وبيكملوا طريقهم وهم في الطريق بيحصلهم ديريك وبتطلب من تشارلي يجري بعيد، وبيسمع كلامها وبيمسكها ديريك وبيضربها. لكن لما تشارلي بيشوفه بيضرب ميا وبيهجم عليه وبيطلب ديريك من الراجل اللي معاه انه يقتله، وبيعلى صوتهم. وفي الوقت ده بيسمع جون الصوت وبيروح فورا ناحيته. ونرجع لتشارلي اللي بيفترس ديريك، والراجل التاني بيلاقي البندقية فاضية ما فيهاش رصاص وبيخاف ويجري يركب العربية، وبيروح تشارلي يهجم عليه، لكن ميا بتنادي عليه وبتقول له كفاية كده وبتاخده وبتمشي. وفي الوقت ده بيوصل جون وبيضرب ديريك وبيقول له لو كنت أذيت بنتي مش هيرحمك، فبيحلف له ان الاسد هجم عليه وما عملهاش اي حاجة. وبيقف جون ينادي على ميا لكن مش بترد عليه، وبيركب العربية ويمشي، وفي الطريق
بتعرف أليس إن ميا شافت صياد وهو بيقتل أسد، علشان كده هربت بتشارلي، وبتتعصب جدا وتزعق لجون وتقول له أنت وعدتني إنك مش هتبيع حيوانات لصيادين مرة تانية، فبيقول لها إنه ما كانش يعرف وديريك هو اللي عمل كده. وفي الوقت ده بيطلب منهم مايك إنهم يهدوا إن تشارلي هيحمي ميا لحد ما يوصلوا المحمية. ونرجع نشوف ميا وتشارلي في طريقهم وبتكون تعبت جدا، ونروح مرة تانية لأليس ونشوفها نزلت من عربية جون وركبت في عربية الشرطة ومشوا في طريقهم للمحمية، وهم في الطريق نزلوا يرتاحوا. وقتها بتحكي المايك عن سبب اللي خلاهم زمان يسافروا على لندن، هو نفس السبب اللي خلاه عنده حالة خوف مرضية، وبتقول له إنه زمان كان عندك أسد صغير بتحبه، وفي يوم كان أبوك قاعد معانا ونسي حاجة من حاجاته، أخدتها وخدتك معايا ورحنا نديها له. وفي الوقت ده شفنا صياد بيقتل الأسد الصغير بمنتهى الوحشية وبدون أي ذنب، وقتها اترعبت وأنت كمان كنت بتترعش من الخوف، وقررنا وقتها إننا هنسيب المزرعة ونمشي، وقعدنا في لندن 10 سنين. بعدها أبوك وعدني إنه مش هيرجع لطريقة الشغل دي تاني، ورجعنا وهو رجع مرة تانية لنفس الطريقة، وبيحضنها مايك وبيقول لها اهدي يا أمي كل شيء هيكون كويس. ونرجع نشوف ميا اللي خلاص تعبت جدا ومش قادرة تمشي، لكن بيقدروا يوصلوا لمكان قريب من المحمية، وبتقول لتشارلي مش هقدر أكمل معاك الطريق، أنت عدي النهر وهناك هتكون في أمان. وبتودعه، والناس أول ما بيشوفوا الأسد الأبيض بيفرحوا لأنه بيكون بالنسبة لهم رمز لرجوع الخير والبركة للأرض. وفي اللحظة دي بتوصل الشرطة وكمان جون وأليس وكيفن ومايك، وبتكون الشرطة مستعدة لإطلاق الرصاص على الأسد، وكمان بيكون في طيارة فيها ضابط بيصوب ناحية الأسد، لكن ميا بتنادي على أبوها وبتقول له أرجوك انقذه، وبيجري عليه وبيحميه علشان لو ضربوا رصاص ما يجيش فيه لحد ما بيوصل لحدود النهر. وقتها الشرطة بتقول إنهم ما يقدروش يطلقوا الرصاص لأنه دخل حدود المحمية، وبيجري جون يحضن بنته وبتيجي أليس ومايك ويحضنوا بعض كلهم. وبعد فترة بترجع ميا مع عائلتها وتشوف تشارلي وتلاقي عنده أولاد، وبتعرف إن بقى عنده عيلة كبيرة، وبتكون مبسوطة وفرحانة. وبيخلص فيلمنا وإحنا شايفينهم قاعدين مبسوطين وبيستمتعوا بالجو الجميل.